حاجات تاخد بالك منها وانت بتاسس لبند الكهرباء. اول حاجه الخامات لازم تكون نظيفه والاسلاك تكون اصليه، ولو مش عارف تعرفها اصليه ازاي ولا لا ارجع شوف الفيديو اللي فات هتعرف كل حاجه. وانت بتثبت علب الماجيك تكون موزونه كويس، ويفضل تستخدم ميزان الليزر. المفاتيح بتبقى على منسوب 90 سم من وش التشطيب، والبرايز من 30 ل 40 سم، باستثناء طبعا المطابخ والحمامات اللي بتكون على متر 20. واوعى تحط البرايز بتاعتك في الحمامات على المنسوب الواطي، سهل جدا الجزء ده يوصل له ميه، مش هنلحقك ساعتها لو حصل لك حاجه. وابعد عن الباب مسافه ما تقلش عن 15 سم عشان نلحق نركب البار الخشب بتاع الباب. ابوس ايدك. العلب منسوبها بيبقى نفس منسوب المحاره، ولو لسه ما محرتش يبقى تشتغل على البقج، وبلاش جبس في المونه بتاعتك، وقلنا الكلام ده اكتر من مره. خلصت الخراطيم بالسوسته، هتسحب في الخراطيم بتاعتك سلك كتان، واصبر شويه وما تسحبش الاسلاك بتاعتك دلوقتي عشان غاليه وممكن تتسرق على بال ما تشطب الشقه بتاعتك. وكمان هتشيك على الخراطيم اللي ممكن تكون مسدوده، ولو في تعديل تقدر تعمله. الميزه بقى في خيط الكتان انك هتقدر تسحب الاسلاك بتاعتك بعد ما تشطب بسهوله عادي، وحاجه رخيصه ومحدش هيطمع فيها. وبعدين هتحبش على الخراطيم بتاعتك بمونه عشان خاطر تحافظ عليها، وما تستهونش بالموضوع ده. تخيل كده يكون عندك تسريب او مشكله في السباكه والخراطيم دي تكون اتخرمت اثناء التشطيب ويخش لها ميه، ساعتها الميه هتوصل لاسلاك الكهرباء، والموضوع ما فيهوش هزار. السيناريو الباقي بقى انت عارف، دي ارواح بني ادمين. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.